صباح الخير ولا مساء الخير على حسب الوقت اللي كتشوفوني فيه. هاد اللقطات البسيطه هي البدايه ديال كل نهار عندي اون طونك مامون ان بيبي دو 14 موا. بغيت نشارك معكم هاد لا روتين ماتينال، ولكن الاهم من هاد الشيء كامل بغيت نفتح معكم قلبي ونهضر معكم على رحله عام كامل ديال الامومه. اكسيون، وعلى بركه الله نفتتح جلستنا. اش غنقول لك اختي وباش غنبدا ليك؟ هاد العام تبدلت بزاف. انا ما بقيتش كنعرف راسي، وميمه ديال شحال هادي ماشي هي هادي ديال دابا. حياتي تبدلت 360 درجه، تعلمت بزاف د الحوايج. الصبر، الحب، العيا. وشحال بكيت هاد العام، شحال مره بكيت. بغيت نقول لك الا كنتي ام جديده عادي جدا، جد عادي ومن الطبيعي انك تحسي براسك تالفه في الاول، وشحال من مره غتبكي، غتوحشي حياتك القديمه، وهذا الشيء كله عادي حيت لي زورمون كيتخربقوا، الحياه جديده عليك، المسؤوليه ديال ان بيبي ماشي ساهل. فاش كتكوني حامله حتى شي واحد ما كيقول لك راها، كلشي بعدا كيقول لك بلي الامومه راها لا في اون غوز، امومه زوينه كيعطيوك غير الجانب الايجابي فيها. حتى شي واحد ما كيقول لك بلي راه نهار كتولدي نقطه الضعف ديالك، نهار كتولدي عمرك ما غترتاحي، نهار كتولدي كتبقاي كتخافي حياتك كامله. كيولي سبحان الله هذاك الاحساس ديال الخوف من نهار كتحطي داك البيبي في صدرك، صافي داك الخوف كيبقى معاك مدى الحياه. انا كنت كنقول غيكون غير في الاول زعما عادي حيت البيبي، لا، كيبقى الخوف ديما. عاد باش وليت كنفهم ان والدينا علاش ديما كيخافوا علينا. الله يسمح لينا من حق الوالدين، الله يسمح لينا من حق الوالدين. ماشي هي هادشي اللي كنشوفو في السوشيال ميديا، ماشي هي تصاور، ماشي ديما خاصك تكوني واو، ديما دارك خاصها تكون نقيه، ديما انت خاصك ديما هكا تكوني دايره، ديما تكوني لابسه مزيان، ديما تكوني، لا، ماشي هذه هي الامومه هي نهار ملي كتخرجي من لا كلينيك وكتدخلي لدارك، تما فين كتبدا الامومه ديال بصح، تما فين كتبدا المسؤوليه ديال بصح. شوفوا، الامومه من احسن احساس جربته في حياتي، واصعب مسؤوليه. ما كايناش شي مسؤوليه صعب من الامومه. باش تكوني مسؤوله على حياه واحد الكائن صغير وحياتك دايره غير على داك الكائن، راه ماشي سهله. راه من اصعب المسؤوليات هي الامومه. دونك اول حاجه كتقيسك من ورا فاش كتخرجي من لا كلينيك هي الصدمه ديال الواقع. كتحسي بواحد المسؤوليه طاحت عليك ثقيله، ما بين ليله ونهار. حياتك ما بقاتش ديالك، وقتك ما بقاش ديالك، ما بقيتيش كتخرجي كيف ما بغيتي، ما بقيتي شي، لا بغيتي تمشي غير للحمام، كتبقاي تفكري ليها. سورتو الا ما كانوش تا فامي حداك، سورتو الا كنتي بعيده على عائلتك، كتلقاي حياتك دايره غير على داك البيبي اللي باغي غير ليكوش، باغي تبدلي ليها ليكوش، باغي غير يرضع، باغي غير يتهز. كيبقى غير يبكي حيت هو اصلا ما عارفش يعبر على راسو، وانتي اصلا كتكوني باقا ما فاهماش شنو هو داك الشيء. دونك كتقولي هو كيبكي وانتي كتبكي معاه. ان شحال بكيت، عرفتوا دابا انا كنهضر معاكم وكنرجع داك الشيء كامل. عرفتوا هاد العام والله حياتي تبدلات 360 درجه، 360 درجه حياتي تبدلات. تعلمت فيها الصبر، ما تعولي على حتى شي واحد، عولي على راسك. بكيت وشحال بكيت، هاد العينين كانوا يدويو. شوفوا، وهذا الشيء راه عادي جدا في الاول. عادي اي وحده تحس براسها تالفه وتحس براسها زعما تايهه وسط هاد الدوامه هادي، حيت راه هذا هو الطبيعي.
هذا هو الطبيعي. حياتك كتولي من قبل كنتي كتخرجي كدوري وقتك ديالك، انتي متحكمه في وقتك، تنعسي الوقت اللي بغيتي، تفيقي الوقت اللي بغيتي. دابا لا، دابا وليتي داكشي عندك داكشي عندك بالحساب، وداكشي كله مخربق. راه غير النعاس راه والو. النعاس ما كتبقيش تنعشي، ما تنعشي ما كتبقيش تعرفي شي حاجه سميتها نعاس، زعما صافي كتودعيه. وهادشي عادي، فتره وغادي دوز ان شاء الله. بما انه تبارك الله ما شاء الله دابا ولدي عنده 14 شهر، وبما انه فات العام قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم الرحله ديال هذا العام كامل شهر بشهره، وكيفاش داز عندي كل شهر، ونعطي تقييم ديال كل شهر من 1 حتى 10. 3 شهور الاولى غنسميها المرحله ديال الدوامه الغامضه وقله النعاس والصهير. يا على 3 شهور الاولى. الشهور الاولى كيدوزو بحال شي حلم. كتكوني انت اصلا باقا ما مستوعباش هادشي اللي واقع. كدوز قلت لكم بحال شي حلم. لي زورمون طالعين هابطين، انت يلا خارجه من الولاده باقا ما فاهماش راسك، قله النعاس، والو النعاس ما كاينش. والله في شي ايام في هذيك 3 شهور الاولى سورتو في الشهر الاول عيني كتبقى النعاس، والله عيني ما كترمش. بلا هاد الشيء حتى الخوف كنبقى نمشي نطلع عليه واش ناعس، كنبقى نمشي نسمع ليه واش كيتنفس ولا لا. الناس ديال الساعه بساعه كيهد الصحه. يا تنعسي مقاده على داك النعاس المقطع، تما فين كتعرفي بحق الوالدين، وتما فين تتعرفي بحق الله يسمح لينا من الوالدين. كيبكي بزاف في هاد الوقيته، في هاد 3 شهور الاولى. بالليل بالنهار حتى كتلقاي راسك نايضه مع 3 الصباح 4 الصباح كدوري بيه في الدار وكتراري بيه غير باش يسكت، حيت واخا كتبغي تعطيه لو سان ما كيبغيش يشدو، ما كتفهميش اشنو باغاه، هو مسكين دوك ليكوليك في كريشتو قاتلينو، وشحال كتبقاي ديري دوك الحركات وهذا. زعما والله ماشي سهله، ماشي سهله. كيبقى يبكي وانتي ما عارفه شنو ديري ليه، حتى انتي كتبكي معاه وباغاه غير يسكت، وانتي كتبكي غير بداك العيا. نصيحتي ليك في هاد 3 شهور الاولى، حاولي تخبي راسك على العالم. ما تسوقيلش لا للدار مرونه، لا لهادي خاصها تصبن، لا لفلان خاصو ياكل، حتى شي حاجه ما تسوقي ليها، ديها في راسك. وحاولي على قد ما تقدري، حيت النعاس ما كيكونش، حاولي في هذيك الوقيته اللي هو كينعس، حاولي واخا تغمضي غير ديك نص ساعه ديك السويعه. حيت حنا لي ماما، انا الغلط اللي كنت كندير انه هو فاش كان كينعس انا كنبدا شاد التليفون، كنحس هذيك المرحله هي المرحله الوحيده اللي كتبقى ليا بوحدي. لا، راحه النعاس كيهد الصحه، سورتو لا كنتي كترضعي كتزيدي الصحه ديالك كتزيد تبقى غاده وتنقص. دونك النصيحه ديالي رخفي فيك النفس، وديما حطي في بالك باللي راها مرحله ودايزه. راه ما تبقيش تفقسي في راسك وتعصبي في راسك، حيت سورتو لا كنتي كترضعي وداك كثره البكا ودوك الاعصاب راه كينقصوا لك من الحليب. دونك اول حاجه خاصك تحطي في راسك نفس عميق، ان شاء الله فتره ودايزه، والله راه كيبداو يكبروا بلا ما نحسوا. عرفتوا سورتو في هذوك الشهور الاولين راه دغيا كيدوزوا، حيت حنا كنكونوا خارجين من الولاده باقي ما مستوعبين شنو واقع، شنو داير بينا، كنكونوا معصبين، ما حاملينش راسنا، ما حاملاش داكشي اللي داير بك. ولكن لا، انسان ما يديرش الغلط اللي داروه الناس قبل منه. داكشي علاش قولي اعلم من الشيطان الرجيم، ورخفي فيك النفس وقولي راها مرحله ودايزه. عيتي غتعطيه لباه واحد الوقيته ولا لجداه اللي معاك في الدار، ترتاحي وتحسي براسك رجعتي وقفتي، وديك الساعه وثاني رجعي شدي ولدك ورجعي ديري داكشي اللي كنتي كديري. شهر 4 و5 و6 هاد المرحله غنسميها مرحله المغامره الزوينه. تما البيبي كيبدا يبان، كيبدا يشوف بعويناتو، كيبدا زعما يتجاوب معاك، كيبدا يضحك، كيبدا يطلق هذوك الاصوات. تما الحياه كتبدا تبان ليك، تما كيبدا البيبي يعطي واحد الحياه في الدار زوين، كيبدا يرجع لك الامل.
الله على احساس. دابا انا كنهضر معاكم وكنرجع داكشي كامل. كيعطيك واحد الاحساس زوين بزاف. وفي هاد 3 شهور هادي كتبداي المرحله ديال الماكله، كتبداي تحاولي انك تلعبي معاه، كديري معاه دي زاكتيفيتي، كتلقاي راسك بديتي واحد المرحله عاوتاني جديده. بديتي انك داك البيبي خاصو يعرفك، خاصك تقربي منه، كتبداي تضحكي نتيا وياه، كتبداي هذا الماكله اللي كطحني ليه وكيبدا ياكلها. هاد اللقطات هذا كلهم زوينه. وهذا الشيء كامل ايوا اختي نجيو لشهر 7 و8 و9. هاد المرحله هذه اختي غنسميها مرحله الحراسه المشدده. هنا البيبي كيبدا يحبو، كاين اللي كيبدا يتمشى تبارك الله. هنا مرحله ديال خاصك تخليه على قيد الحياه. هنا كتبداي صافي المرحله اخرى ديال جري جري تبعيه، عندك يطيح، عندك هادي، عندك يدير شي حاجه في فمو، عندك يضرب راسو. المهم هاد المرحله كامله سميتها انايا مرحله الحراسه المشدده، حيت ملي كتفيقي حتى كينعس وانتيايا كتبقاي مقابلاه، لا تمشي توقع عليه، ما كتبقايش قادره تغفلي عليه. حيت هذه مرحله اللي كيبداو الشطنه ديالهم، ومرحله صعيبه، وحتى هي كتهد جسديا. بقاي ديما تابعاه. ولكن هنا في البيبي كيبدا يبين الذكاء ديالو، كيبغي يكتشف. هنا فين كيبدا يكون الشخصيه ديالو. ايوا نجيو 3 شهور الاخرى، شهر 10 و11 و12. هنا فاش كيقرب يقفل العام صافي اختي كتوليو بحال الصحاب. هنا صافي كيولي يفهمك ويولي يهضر معاك، ويولي اختي كتولي ما تبقيش قادره تستغني على هذاك الكائن اللي عندك في الدار. يعبر على شخصيته. الا ما بغاش الحاجه كيبدا يتعصب ويبدا يدير. اصلا في هاد لاج هذا كلهم كيكونوا معصبين. الحاجه اللي بغاها يغوت عليها، والحاجه اللي ما بغاهاش يدفعها. كيبدا واحد التعلق كبير بزاف بيك، ما كيبقاش قادر يفرقك. اما مشيتي يتابعك، اي بلاصه دخلتي ليها يبدا يدق عليك. واخا يكون باباه. شي انا بعدا ملي ولدي كيكون باباه في الدار راه كيلعب معاه وكيضحك معاه وكل شيء، ومره كيجي يطلع عليا يشوفني واش كاينه ولا ما كايناش. وحق الله بغيت نقول لك باللي العام راه دغيا كيدوز، والله داز بحال البرق. انا راه فاش كنشوف ولدي تبارك الله ما شاء الله كمل العام، ما عرفتش كتجيني البكيه والفرحه، كنحس بواحد الفخر. ما عرفتش هاد الاحساس عادي ولا كاع لي مامون كيحسوا بي. ما عرفتش حيت كنحس بالفخر، حيت كنحس براسي بحال دوزت واحد الامتحان صعيب ونجحت في واحد المرحله، فهمتي؟ وكنحس براسي راه مازال هذا الامتحان عندي طويل، ولكن كل مرحله كدوز كنقول الحمد لله. الحمد لله انا فخوره انني زعما كي نراه هاد الوليد هذا بدا كيكبر، بدا كيفهم، كيتجاوب مع الناس، كيهضر مع الناس. كنفرح. النصيحه ديالي لكل يلا غتبدا هاد الطريق، ولا يلا عاد ولدات كوني حنينه على راسك. وما كايناش شي حاجه سميتها الام المثاليه اللي عندها كلشي مقاد. عادي تعياي، عادي تبكي، وعادي تحسي براسك انك باغا ترتاحي. وليدك ما باغيش ام مثاليه وكامله، وليدك باغي غير ام مرتاحه نفسيا، حيت الطاقه ديالك راها كتوصل ليه. عيشي كل لحظه، حيت هاد الايام ما كترجعش، والبيبي راه دغيا كيكبر في رمشه عين. وهنا كيكون سالا الفيديو ديالنا. كنبغي نقول لكم شكرا حيت تفرجتوا في هذا الفيديو. الا وصلتوا حتى لهنايا، وقولوا لي في لي كومونتير كيفاش داز عندكم العام الاول ديال الامومه، وكيفاش جاتكم، وشاركونا التجارب ديالكم باش يستافدوا بزاف لي مامون اللي باقيين جداد. دونك خليو ديما عندكم الطاقه الايجابيه، ما تبقاوش تثقوا بالسوشيال ميديا، راه والله ما كاينه شي حاجه مثاليه. اللي كيبين لكم شي حاجه في السوشيال ميديا راه كيبين لكم غير اللقطات الزوينه باش كنشر لكم الطاقه الايجابيه، اما الواقع راه ماشي هو داكشي اللي كاين في التصاور. دونك هذا ما كان. الله يرزق كل مشتاق يا ربي، والله يرزق اي واحد بالذريه الصالحه، ويا ربي لا تحرم شي وحده من هذا الاحساس هذا. ما تنساوش ديروا ابوني، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصل باش يوصلكم اي جديد. بيزو بيزو.